يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الطاقة. هنعمل مع بعض النهاردة حلو جميل جدا وسهل وسريع وبيديكي طاقة، وكمان من غير زبدة ومن غير زيت ومن غير بيض. طعمه تحفة، هيعجبكم جدا. ناخده مع القهوة، كنا عايزين حاجة مسكرة، أسهل وأسرع حاجة، وكمان الأطفال هيحبوه جدا. يلا بينا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معانا نص كيلو تمر، معانا كوباية مكسرات، معانا قرفة، بس مش هنحتاج اكتر من كده. هنقطع التمر بتاعنا ونشيل منه البذر، وياريت يكون طري علشان تقدري تشكلي، ولو مش طري ممكن تديله لفة في الميكرويف. لو مفيش ميكرويف ممكن يعني ايه على النار دقيقتين 3 كده، وبعدين يبرد وبعدين نضربه في الكب. ضربناه، وهنضرب كمان عين الجمل، او لو مش عايزة عين جمل ممكن فول سوداني عادي، اي نوع مكسرات عندك. وهنضيف له كمان لرشة جوزة الهند او زيت جوزة الهند الموجود عندك. مكانش عندي جوزة الهند فانا هضيف زيت جوزة الهند، بس هو علشان الجو بقى برد فهو ايه بقى متجمد شوية. ومعانا كمان اللي هيعطيها نكهة وطعم رائع جدا القرفة، بصراحة بتخلي طعمها في حتة تانية خالص. الناس بقى اللي مش بيحبوا القرفة ممكن يضيفوا فانيليا او ريحة البرتقال. هنحاول نعجنها كويس جدا لحد ما تبقى يعني ايه كتلة واحدة. انا عايزه اقول لكم ان هو بقى طعمها حلو جدا، ولو جايلك ضيوف ولا اي حد على فجأة، اكتر حاجه حلوه ممكن تعمليها في ثواني جنب القهوه طبعا. طعمها رائع جدا جدا، وكله هيسألك ايه الطريقه التحفه دي. بصراحه جربيها، هتعتمدي الطريقه بصراحه. هنعملها كور يعني ايه قد الحبات الشوكولات اللي انت بتجيبيه جاهز يعني. هنعمل كل الكميه بتاعتنا نفس الحجم. لو أول مرة تتابعوني، ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنعمل كل الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة على ورق الزبدة، عشان احنا لسه هنغلفها بشوكليت. طبعا التغليف حاجة يعني ايه ترجع لك انتي، لو انتي مثلا حابة تغلفيها حابة تسيبيها كده فايه زي ما تحبي. فاحنا هنغلفها بشوكليت بيضة، لو انتي حابة مثلا مش عايزة شوكولاتة بيضة هنضيف عليها دارك زي ما تحبي يعني. ممكن كمان نغلفها بجوزة الهند. انا معايا شوكولاتة خام بيضة فكتها في الميكرويف، لو ما عندكش ميكرويف اعملها في حمام ميه دافية. وهنغطي كل الكمية بتاعتنا طبعا زي ما تحبي، حابة اي نوع شوكولاتة ممكن تغطي بيها. انا هغطيها باللون الابيض عشان يبقى من جوه لون ومن بره لون، عشان الولاد ايه يعني ايه يتخموا فيها كده يعني يفتكروها شوكولاتة. مش عايزة اقول لكم كمان الاطفال بيحبوها جدا، وكمان لو مش بيحبوا التمر مش بيبان خالص. طبعا بتبقى لذيذة جدا مع فنجان قهوة. حد جالك على فجأة وعايزة تقدمي حاجة مع القهوة، دي اسهل واسرع طريقة ممكن تعملي بيها حاجة حلوة. إيه الاطفال اللي مش بيفطروا الصبح ممكن ياخدوا منها واحدة تديلهم طاقة. احيانا احنا بنبقى عايزين ناخد حاجة مسكرة كده فجأة يعني مش قوي، بس حاجة حلوة متبقاش يعني ايه دسم قوي، فهو ده احلى واحسن حلوة تعمليه. جربوا الطريقة ديت وهتعجبكم ان شاء الله وتعتمدوها. هنغلف كله بالشوكليت زي ما انتم شايفين. ومعانا كمان ايه هنحط معانا كريز مجفف بتاع الحلويات، فاحنا هنحط حتة كده نقطعها نصين ونحط حتة عليها يعني. هما اول ما يلاقوا كل الالوان دي مع بعضها هيحبوها على طول، ويبقى شكلها تحفة وطعمها رائع بصراحة. ما خدتش 5 دقايق، ومفيش مكونات يعني ايه صعبة، كل المكونات موجودة وسهلة ان شاء الله. هنحطها في التلاجة يعني ايه نص ساعة 10 دقايق زي ما تحبي، هي مش بتاخد وقت، بتجمد بسرعة.
بعد ما طلعناها من التلاجة. هندوقها يلا مع بعض. بسم الله ما شاء الله، واو بجد بجد طريقتها وطعمها. انتوا جربوها بس ودوقوها، انتوا اصلا هتعملوها على طول. جربوا قولوا ايه رأيكم في التعليقات. وشكرا من قلبي لكل اللي بيتابعني للآخر، وشكرا من قلبي لكل المتابعين الجمال وتعليقاتكم الجميلة، واشوفكم تاني ان شاء الله في مطبخ سعاد.